يا جماعه انا خارج دلوقتي من اعظم تجربه عملتها في حياتي بجد. مفيش كلمه توصف اللي حصل تحت. لك ان تتخيل او تتوقع انا فين. ممكن تفتكر ان انا في حمام سباحه عادي، بس في الحقيقه انا في اعمق حمام سباحه على سطح كوكب الارض. You can swim, right? I can swim, yeah? Yes, okay, perfect. هو انا اصلا ايه اللي يوديني اعمق حمام سباحه في العالم؟ بس اعتقد دي بدايه يا عمرو، صح؟ واكيد مش هاجي المكان زي ده غير ما امارس عادتي وهوايتي المفضله، وهي التجارب اللي بجد. احنا استغلينا زيارتنا لدبي اللي فيها اعلى برج في العالم واللي هو برج خليفه، واللي كنا موجودين على قمته. لكن لما عرفنا انه في دبي اعمق حمام سباحه في العالم واللي هو الديب دايف، قررنا ان احنا نروح هناك. كان ممكن نخلي زيارتنا للديب دايف زي اي زائر عادي، ينزل تحت الميه يتفرج على العمق، يتصور وكانه في صالون بيته، او يلعب بلياردو، او حتى يخش الحمام. الا اننا قررنا ان ناخد التجربه لمكان تاني خالص، ونعمل تجارب وظواهر مستحيل نعرف نعملها في مكان تاني غير ده. زي مثلا، هو انا لو جيت وسالتك لو حطيت كرة الكفر اللي عندي دي في الحوض ده هيحصل ايه؟ هتقول لي بسيطه، اول ما هسيبها هتطفو. نفس كرة الكفر دي برضو موجودة تحت المية زي ما انت شايف انا ماسكها، بس لو جيت سبتها هتنزل لتحت. ازاي الكرة دي طافية فوق المية والكرة التانية تحت المية؟ في الحالة الأولى بتاعت الكرة اللي أنا حطيتها في الحوض، لما جيت دفعت الكرة لتحت أزاحت كمية مية. كمية المية اللي أنا أزحتها وزنها أكبر من وزن الكرة نفسها. لكن لو جيت عملت تعديل بسيط وحطيت في الكرة بتاعتنا مثلا سكر وملح كتير وخليته محلول مشبع، او حتى حطيت ميه فيها رمله، فانا كده هزود الوزن بتاعها لدرجه ان الميه اللي هتزحها اقل من وزن الكوره. انت هتقولي ايه علاقه وزن الميه اللي بتزحها الكوره بالكوره؟ والله ده مش كلامي، ده كلام الراجل ده. لما اكتشف ان الميه اللي بتتزح وزنها هي قوة الطفو، أو الفرق ما بين القوة اللي بتأثر على الجسم من المية لفوق ووزن الجسم اللي هو الأسفل. وده بيجاوبنا على السؤال المشهور جدا، ليه كيلو حديد بيغرق وكيلو خشب لأ؟ ترد بكل بساطة وتقول له لأن وزن الماء المزاح في الحديد أقل منه، ووزن الماء المزاح في حالة الخشب اكبر منه. وده اللي بيجاوب على نفس التجربه اللي عملناها برضو تحت الميه، وهي ان انا جبت بيضه ورجل ديناصور الاتنين معمولين من نفس الماده، بس الحجم مختلف تماما. في حاله البيضه بما ان فيها تجويف اكبر وكثافتها اقل، فطبيعي انت هتتوقع اول ما هسيبهم من ايدي هتلاقي ان البيضه بتطفو لفوق ورجل الديناصور بتنزل لتحت، بسبب ان قوه الطفو على البيضه اكبر. وهو اللي بيفسر وجودي في الميه بالمنظر ده، وكأن تقريبا مفيش جاذبيه، لان قوه الجاذبيه بتاعتي اللي هي عباره عن وزني قصادها قوه لفوق وهي قوه الطفو. وده اللي يخليني اكتشف تركايه حلوه جدا، ان انا لو حبيت انزل في الميه اكتر، كل اللي انا محتاج اعمله ان انا افضي هواء من جسمي اكتر زي ما انت شايف دلوقتي، لان كل ما بفضي الهواء كل ما كثافه جسمي بتزيد، كل ما قوه الطفو اللي عليا بتقل، فبنزل لتحت. وتخليني بكل سهوله العب بكره البلياردو زي دي، وانا عارف وانت عارف كره البلياردو دي في الحقيقه تقيله ازاي، وعشان هي تقيله نزلت في الميه لتحت. وده ما يمنعش ان في قوه مقاومه من الميه نفسها تخليني احس وكانها اخف بكتير جدا جدا، والعب بيها ولا اكني واحد محترف. وبما ان رئتي بتلعب دور مهم قوي كده وفي وجودي تحت الميه، فالرئه دي شبه البالونه. فالسؤال هنا، هيحصل ايه بقى لو خدنا البالونه دي ونزلنا بيها تحت الميه؟ طبعا مش محتاج اقول لك واشرح لك ان انت كل ما بتنزل تحت الميه كل ما الضغط ما بيزيد عليك. لو اعتبرت ايدي دي الضغط والبالونه دي رئتي، فكل ما هضغط اكتر ده هيكون شكل البالونه، وده نفس الشكل اللي انتوا شايفينه تحت الميه بالظبط، بسبب الضغط الكبير اللي هو عباره عن الضغط الجوي زائد ضغط الميه اللي هو يعتبر ضعف الضغط الجوي تقريبا. ده لدرجه ان انا لما جيت مسكتها وطبعا عشان البالونه تفرقع كده اخدت مني قوه كبيره وقللت مساحه الضغط بتاعي، لكن تحت الميه بمجرد مسكه عاديه فرقعت مني. ودي اجابه بسيطه على حجم الضغط اللي موجود على عمق 12 متر. لكن ايه ده؟ ثانيه واحده، هو ازاي في بركه ميه على حيطه تحت الميه؟ لو ركزت شويه هتعرف ان ده مش حاجه غريبه، لان انت زي ما انت عارف لو جيت نفخت الهواء في الميه هتكون عندنا البابل.
قطره ميه لازم تاخد الشكل الكروي ده بسبب التوتر السطحي بتاعها. ففي الحقيقه لو جيت عملت بابل زي ما انت شايف كده ونفختها هتاخد الشكل الكروي، ولو جيت نزلتها على سطح ناشف يقدر يحافظ على البابلايه. فاللي انت شايفه قدامك ده قماشه عليها بابل، والبابل جواها هواء. وما تنساش ان اي حد في حمام السباحه ده بيغوص اكيد بيتنفس والبابلز بتطلع منه زي ما انت شايف كده. وفي المكان ده بالذات البابلز بدل ما بتطلع لقمه حمام السباحه بتطلع هنا وتخبط في الحيطه اللي انت شايفها. في منها للتوتر السطحي بتاعها ما بيستحملش وبيفرقع، في منها اللي بيفضل محافظ على شكله. اهي في المنطقه دي بقى اللي انت شايفه عباره عن تجمع من البابلز جواهم هواء، لكن الحيطه ذات نفسها مبلوله وعليها ميه. فقطرات الميه دي كلها لما اتجمعت مع بعض اخدت الشكل ده والحجم ده. ولو في تجويف كمان المنظر قدامك هيكون بالشكل ده، لدرجه ان انا دخلت ايدي جواه. وهنا اكيد مش هسيب فرصه زي دي الا ما اجرب واعمل دوامه. عايز تعرف الدوامه بتتعمل ازاي بقى؟ كفايه شرح بقى. وبصراحه بقى انا كان في تجربه نفسي اجربها تحت الميه وللاسف ما عرفتش. هتقول لي كنت عايز تفتح نيتروجين مسال ولا ايه يا مجنون؟ مش كفايه النيتروجين اللي انا بتنفسه؟ انبوبه الغاز اللي انا لابسها دي فيها نيتروجين واكسجين. اما التجربه اللي كانت نفسي اجربها ان هي كان هيحصل ايه لو جربت اكسر بيضه تحت الميه، وخصوصا في عمق زي ده. وللاسف عشان ما ينفعش يكون في اي مواد عضويه في اعمق حمام سباحه لان بيجي زوار كتير ولازم يتحافظ على نظافته، الا ان انا هوريك ايه اللي هيحصل. يلا زي ما انت شايف كده، اول ما البيضه اتكسرت هتقول لي صفار البيض هيطلع، لكن الغريب ان الصفار والبياض فضلوا محتفظين على قوامهم اكن البيضه ما عليهاش قشره. النتيجه دي كان نفسي اشوفها واجربها قدام عيني، لكن هي بصراحه منطقيه. هتقول لي ايه المنطق في كده؟ هقول لك بسبب ضغط الميه من كل اتجاه حافظ على قوام البيضه من جوه اكن عليها القشره بالظبط. واعتقد ان دي اكتر حاجه مشيقه ممكن تكون شفتها الفتره اللي فاتت. واللي لازم تكون عارفه ان الهواء اللي احنا فيه دلوقتي ده مائع زيه زي الميه، ولكن اختلاف كثافه الميه عن كثافه الهواء هو اللي بيخلينا نلاحظ كل النتائج الغريبه دي. يعني مثلا انا لو جيت زقيت بايدي كده دلوقتي فانا بالفعل زقيت هواء، مش هتحس بيه قوي، لكن بكل سهوله تحت الميه لو زقيت نفس الزقه عشان جزيئات الميه جنب بعض انتقلت الطاقه من ايدي لجزيئات الميه، وجزيء يزق جزيء يزق جزيء لحد ما يخلي رقعه الشطرنج اللي قدامك دي تقع زي ما انت شايف. ما اعتقدش ان حد هيسال ويقول لي هو انت ليه ما كنتش باين انك مكسور تحت الميه؟ عشان لو جيت حطيت قلم في ميه هيبان وكانه مكسور. هقول لك ده مكسور عشان انت شايفه في وسطين الهواء والميه زي ما انت كنت شايفني في اول الحلقه. هو انا اصلا ايه اللي يوديني اعمق حمام سباحه في العالم؟ ولكن احنا تحت الميه كنا في نفس الوسط. يعني مثلا لو جيت بصيت لنفسي في المرايه تحت الميه مش هلاقي نفسي قاعد عامل كده، هشوف نفسي من غير اي انكسارات او اي تغيير في شكلي. لكن الاختلاف اللي ممكن يتلاحظ هنا هي فكره الالوان في الاعماق دي. كل ما بننزل تحت اكتر كل ما الضوء بينكسر وبيتشتت في الميه اكتر. فمثلا عجله الالوان دي لو انت شايفها دلوقتي فانت شايفها طبيعي ازرق اخضر اصفر برتقاني احمر بنفسجي، لكن تحت الميه هتلاقي ان درجه الالوان دي بتخف، وعشان تشوفها كويس اكنك بتشوفها فوق الميه فانت محتاج انك تسلط عليها مصدر ضوء. واكتر لون عندنا بيتاثر هو الاقل طاقه وهو اللون الاحمر اللي تقريبا من غير كشاف قريب من اللون الاسود. لكن لو عايز اشوف احمر طبيعي اعمل ايه؟ اسلط عليه الضوء. بس دلوقتي انا عندي ليك فزوره. ايه الحاجه اللي تتحط تحت الميه وما تتبلش؟ العجل في بطن امه. ايه يا جدع انت الكلام الباسخ اللي بتقوله ده؟ لا حاجه تانية غير العجل في بطن امه. ببساطه اي حاجه هيدروفوبيك. وانا عشان انزل تحت حمام السباحه ده مش هنزل باي حاجه هيدروفوبيك، لازم اعمل حاجه غريبه حبتين. هل ينفع اكتب تحت الميه؟ لو جاوبتني وقلت لي لا فانت صح، بس في حاله انك بتكتب على ورق عادي. لكن لو هتيجي تكتب في النوت بوك دي اللي هي مش معموله من نفس الماده اللي بيتعمل منها الورق العادي او ورق عادي عليه طبقه شمعه او اي طبقه كارهه للمياه، وجربت اكتب عليها بالقلم الرصاص وطبعا مش هلاقي جمله اهم من ان مفيش امتع من العلوم في شارع العلوم. وبكده تكون اتعلمت درس بسيط عن الكثافه وقوه الطفو، واتعرفت على اخونا ارشميدس، وكمان عرفت اكتر عن التوتر السطحي وشويه معلومات خفيفه كده عن الموجات في اعمق حمام سباحه في العالم. عمقه بيوصل ل 60 متر في اكتر من 140 مليون متر مكعب من الميه، بيتنضفوا كل 6 ساعات ب5 انظمه مختلفه. وجودنا في مكان زي ده مش بس ان احنا نخوض التجربه، ان احنا كمان نتعلم فيه معلومات جديده، وكل مغامره من النوع ده هيكون فيها دروس جديده. الاهم ان تكون استمتعت واتعلمت وعرفت ان مفيش امتع من العلوم في شارع العلوم. حبيت ان انا انزل بيها تحت الميه. يلا يا ابو داوود انا عندي بالون. ايه مساء ابا اي جاب لهم عمرو اخويا سمكه، عمرو احمد سمكه. مع السلامه.